طيب قبل ما نختم فقرتنا الخاصة بكرة القدم، تعالوا نروح سريعا ونشوف كواليس وصول بعثة فريق النادي الأهلي للمغرب. أكيد الفرقة أو البعثة المشاركة في مونديال الأندية وكأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخ النادي الأهلي. نروح نشوف التقرير ده ونرجع تاني. احنا بنقول للاهلي حللتم اهلا ونزلتم سهلا، دي بلدكم ودي ارضكم، والاهلي مش غريب، الاهلي في وسط اهله، وهتبقى حاجه راقيه جدا وحاجه قيمه. زي ما انتم شايفين تنظيمات الاحتياطات الامنيه بسم الله، رغم ان الموضوع مش محتاج يعني، لكن بسم الله ما شاء الله يعني. بنشكر المملكه المغربيه. البطوله دي استثنائيه لانه 3 فرق عربيه، 2 افارقه وواحد من اسيا، الهلال السعودي والوداد المغربي والاهلي المصري. ان شاء الله نعمل حاجه كويسه وتحصل حاجه زي رجراجي كده مع عمل اهلنا يديروا النيه، رفع سقف طموحاتنا الله يبارك له. فان شاء الله الاهلي يعمل حاجه ويوصل يعمل حاجه مع ريال مدريد، بس يمشي خطوه خطوه، احنا خلينا نمشي ايطاب بايطاب خطوه خطوه. ان شاء الله يعمل حاجه مع اوكلاند سيتي يوم الاربعاء اللي جاي، ان شاء الله تبقى ماتش كويس. شرف الاهلي، ويعني جينا نرحبوا به. اول مره مدينه طنجه تنظم كاس العالم، وان شاء الله يكون في المستوى اكثر ان شاء الله. ومرحبا بالاهلي في بلده الثاني.